وهذا يؤكد أن ما حوالي المسجد له حكم المسجد، وما قارب الشيء يعطى حكمه. ووجود الصلاة في المسجد الأقصى هذه الأيام حول الأبواب أمر لا حرج فيه وأمر حسن، حتى لا يتحكم اليهود الملاعين ببيت الله عز وجل، وحتى تبقى السلطة والسطوة في هذا المسجد لأهله وأصحابه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والسبيل نكرة في سياق النهي، وهذا يفيد العموم، ومن هذا العموم يشمل جميع الصور. ومن بين هذه الصور وجود الأبواب الإلكترونية حوالي المسجد، وعدم الإذن بالدخول إلا بالطريقة اليهودية التي يريدها اليهود، فهذا إثبات نوع سبيل للكافرين على المؤمنين، وهذا أمر عند الله منفي فلا يشرع. فيا أهل الأقصى اثبتوا على ما أنتم عليه، فالغلبة لكم والبركة في دياركم، وإن شاء الله تعالى نرجو سبحانه أن يقر أعيننا وأن يكرمنا بما أكرم به السابقون من محاربة اليهود ومقاتلتهم في تلك الأرض المطهرة. فأسأل الله جل في علاه أن يمن علينا وأن يقر أعيننا وأن يقر أعيننا، وأن نصلي صلاة عز وخير وفتح وبركة في المسجد الأقصى. فالذي يصنعه إخواننا أمر لا حرج فيه، ومثل هذا الحديث أنهم صلوا حوالي المسجد، بل حوالي الأسوار الخارجية للمسجد. عائشة وتبين هذا معنا في روايات سبقت وفصلنا فيها طويلا، وحددنا المكان الذي صلت فيه النساء، وقلنا على الغالب أنه في المنطقة التي تكون شمالية شرقية، وذكرنا القرائن على هذا مفصلة في صلاة الكسوف.